السلام عليكم يا سنة تالتة. يا رب تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. النهارده مكملين في كتاب الرياضيات، الترم الثاني من كتاب قطر الندى حسب رغبتكم او بناء على طلبكم. حبيتوا اكتر، الناس حبت ان انا احل من كتاب قطر الندى. ان شاء الله هنكمل مع بعض النهارده الدرس اللي هو انشطة درس الدمج او خاصية التجميع في الضرب. شرحنا الكلام ده في اول فيديو ومكملين باقي النهارده الانشطة. صفحة 8. طبعا اول مثال معانا محلول، هنشتغل بقى هنحل على طول عشان وقت الفيديو. جايب لي هنا عوامل اللي هشتغل بيها، او اللي جايب لي فيها الضرب، تجميع في الضرب 3 وال2 وال4. هنا عمل لي عملية الدمج بس بطريقة مختلفة. احنا طبعا عارفين من خواص عملية الضرب الابدال في الضرب، يعني اما العوامل 3 وال2 و4 اشتغلنا هنا 3 في 2 في قوس في 4. اللي بعد كده التلاتة في 2 في 4 هو نفس الطريقة، بس اشتغلنا بعملية الإبدال. بعد ما كانت 3 في 2 بقت 2 في 4، وهنا ال4 بره القوس، هنا برضو 3 خارج القوس. تمام يا سنة تالتة؟ نفتكر دايما انه من حقائق الضرب او من خواص عملية الضرب الإبدال، طريقة الإبدال. التلاتة في 2 ب6 في 4. الستة في 4 ب24. هنا التلاتة خارج القوس في 2 في 4. هنا التلاتة ثابتة زي ما هي، و2 في 4 ب8. التلاتة في 8 ب24. بدلنا العوامل لكن الناتج ما اختلفش. التلاتة في 4 ب12. ال12 في 2 ب24. تمام كده يا سنة تالتة؟ بعد كده عوامل الضرب، هنا الخمسة في 2 في 4 في قوس، هنحط الخمسة زي ما هي، واللي في الأقواس هنضربهم. 2 في 4 ب8. الخمسة في 8 ب40. الخمسة في 2 غيرنا عوامل الضرب، 5 في 2 في قوس، يبقى الخمسة في 2 بكام؟ ب10. طبعا حافظين جدول الضرب كلنا. اللي مش حافظ جدول الضرب ومش هكل ولا مل في كل فيديو اقول لكم مش حافظ جدول الضرب، يقفل الكتاب ويقفل الفيديو ويروح يحفظ جدول الضرب يا سنة تالتة. يعني مش معقولة في لسه حد ما حفظش جدول الضرب. يبقى 10 في 4، 4 في 10 ب40، نفس الناتج ما تغيرش. 5 في 4 هنا ب20. 20 في 2 الشاطر هيقول لي 40. تمام كده؟ سهل جدا. نشاط 4، يا رب يكون واضح. نشاط رقم 4. ال4 في 7 في 5، وهنا ال4 في القوس بقى داخل القوس. 4 في 7 في 5. هي العوامل هي يا سنة تالتة متغيرتش، تساوي، عشان العوامل ما اتغيرتش، بس هنا بدلنا بس، لكن الناتج هيطلع زي ما هو او كما هو. ممكن اقول ال4 في 7 في 5 ب35. ال4 في 35 بكام؟ هنلاقيها ال4 في 35 ب140. تمام؟ وال4 في 7 ب28. ال28 في 5 ب140 تكون بتساوي. انا من غير ما نحسبها لما نلاقي العوامل هي ما اختلفتش في المقارنة، العوامل ما اختلفتش بس اتغيرت اماكنها، بتكون الناتج يساوي سنة تالتة. رقم 2. 3 في ضرب 10 في 5، وهنا 3 في 10 في 5. العوامل برضو معايا 3 والعشرة والخمسة، هنا 3 والعشرة والخمسة، يبقى تساوي. العوامل ما اختلفتش. لو العوامل ما اختلفتش ما اتغيرتش، اتغيرت اماكنها بس، هتكون المسألة تساوي من غير ما نفكر فيها. تمام؟ رقم 3. 2 في 10، مش كل مرة هقول تساوي ومش كل مرة تكون العوامل زي ما هي. 2 في 10 في 2. 2 في 10 بكام؟ لسه قايلينها ب40. 40 في 2 ب80. ده في هامش كده ولا في كراسة جانبية هحسب، يبقى ال40 في 2 هنا ب80. تمام؟ وهنا ال21، وهنا الاتنين
21 في 2 في 2، 2 في 2 ب4. 21 في 4 ب84. يبقى هنا كده 21 في 4 ب84. تبقى هنا كده، هنا طبعا هنا الأصغر ودي الكبيرة. تمام. 27 في 7 نضرب مع بعض. 27 في 7 لو هتقول عايزين نضربها في هامش، احنا هنجيب الناتج المسألة ازاي؟ 27 في 7. احنا طبعا حافظ جدول الضرب ما اخدش كده، بس عارف معايا هحط في هامش جانبي 27 في 7 او 7 في 27. 7 في 7 ب49. 9 ومعايا ال4 على جنب، مش ماليش دعوة بيها دلوقتي. 9 ومعايا ال4، وال2 في 7 ب14، وال4 اللي شلناها على جنب 14 و4 18 ب189. يعني حصل ضرب 27 في 7 ب189. 2 في 9 في 7. ال2 في 9 ب18. ال18 في 7، الشاطر طبعا لا يحسبها يقول لي 8 في 7 ب52. 2 ومعايا الخمسة. الواحد في 7 ب7 و5 12، يعني 122. طبعا ال189 أكبر من ال122. رقم 4. 6 في 40 هحط الصفر. 4 في 6 ب24 ب240. 6 في 5 في 8 هتبقى 6 في 5 في 8 ب40. طلع نفس الناتج. 6 في 40 وهنا 6 في 40، يبقى 6 في 40 هتبقى ب240 تساوي. عرفنا بنحسب ازاي؟ هنا 6 11 في 5 ب55 في 2. 55 في 2 الشاطر هيقول لي ب110. تمام. هنا 55 في 3. 55 في 3، ال3 في 5 ب15. 5 ومعايا الواحد، و3 في 5 ب15. 15 وواحد 16. 165. 165 هي أكبر من 110. عرفنا بنحلها ازاي سنة تالتة؟ سهلة خالص، مش محتاجين حد معانا غير كراسة جانبية، عشان ده كله علشان نثبت الضرب، وعلشان الضرب ده مهم جدا. نحفظ جدول الضرب يا سنة تالتة. ال4 في 22 انا ممكن اقول الاتنين بجنب، ممكن اجيبها كمان بطريقة الجمع المتكرر. ال22 اجمعها مع نفسها 4 مرات هتدينا كام؟ الاتنين في 4 ب8، والاتنين في 4 ب8، يبقى الاربعة في 22 ب88. هنا الاربعة في 2 في 11. الاتنين في 11 بكام؟ ب22. هتبقى نفسها الاربعة في 22 اللي مطلعينها ب88 هتكون تساوي يا سنة تالتة. رقم 8. 20 في 5 في 4. 20 في 5 هحط الصفر. الاتنين في 5 ب10. 20 في 5 ب100. 100 في 4 ب400. 100 في 4 ب400. ال4 في 70 هحط الصفر. ال4 في 7 ب24، يبقى ال400 أكبر من ال24. تمام. طبعا مش هنكتب الكلام ده فوق، احنا بس طالبين المقارنة أكبر أو أصغر، أكبر من أو أصغر من أو تساوي. سوري يا سنة تالتة. الأربعة في 7 ب28. ما أنا حاسة إنه في حاجة غلط. الأربعة في 7 ب28. تمام. 6 في 30 هحط الصفر، والتلاتة في 6 ب18. 180. التلاتة في 6 ب18. في 10 هحط الصفر ب180 هتكون تساوي. تمام. رقم 10. 2 في 10 في 3. 2 في 10 في 3 ب30. 2 في 30 بكام؟ ب60. والسبعة في 30 هحط الصفر. 3 في 7 ب21، يعني 210. يعني 210 أكبر. تمام كده. أسفة لو بطول في الفيديو، بس غصب عني لازم نفهم احنا بنحل ازاي. ما ينفعش اجي اقول لك المساله اكتب لي هنا تساوي، واكتب لي هنا اكبر منه، واكتب لي هنا اصغر من غير ما تكون عرفت احنا بنحلها ازاي. تمام. النشاط اللي بعد كده 5. حوط المسائل التي لها نفس ناتج المسألة المعطاة كما بالمثال. المسألة هنا 5 في 7 في 3 خاصية دمج.
يعني الخمسة في سبعة ب35، 35 في 3 حوط عليها. وجه هنا عملية الإبدال كمان، قال لي 5 في 3 في 7 نفسها، طبعا 5 في 7 في 3 إلا الضرب عملية إبدالية، حوط عليها. هنحوط بقى. هنا 2 في 8 في 10. والله أنا هاجي أقول 2 في 8 ب16 في 10، معايا الناتج 16 في 10. وهاجي ألاقي هنا عملنا غيرنا عوامل الضرب، ال8 بقت خارج القوس وال2 في 10 في قوس، هتكون لها نفس الناتج. تمام. هنا ال8 في 2 في 10. وحاجة كمان الاتنين انا ضربنا هنا ال8 في 10 ب80 في 2. تمام يا سنة تالتة، اللي فاهم الدمج هيحل كده كويس جدا. هنا التلاتة، ودي طبعا ما تنفعش. الخمسة في 4 في 9. والله هقول ال4 في 9 بكام؟ ب36. وعندي هنا هتبقى 36 في 5. هلاقي معايا هنا 36 في 5. وهلاقي كمان حاجة، ان هنا الخمسة خارج القوس، طلعوا هنا التسعة خارج القوس، وتبقى الخمسة في 4 في القوس، ودي كمان. وهيكون معايا ايه كمان؟ 5 في 9 ب45، 45 في 4. تمام. هنا يا رب تكون بس واضحة، معلش اسفة التصوير لو مش واضح. هنا 3 ال4 في 5 في 3، ال4 في 5 في 20 هتبقى ال20 في 3. هدور الاقي ال20 في 3 هحوط عليها. وايه، وهلاقي هنا ال4 في 5 في 3 بقت 4 في 5 في 3، 3 داخل القوس هتبقى نفسها، حوط عليها. ده طبعا ملهمش نفس الناتج، مش نفس الناتج. هنا الأربعة رقم 4، الستة في 10 في 2، ال10 في 2 ب20، يعني ال20 في 6. هبص الاقي معايا هنا الستة في 20. وهلاقي نفس المسألة بس بعوامل مختلفة، إبدال، هحوط عليها. وهنا لا، ما ينفعش. رقم 6، أكمل العدد أو العامل المجهول في عملية الضرب الآتية. في عامل مجهول هنا، مثال محلول. المثال التاني، الأربعة في، افتح قوس، ايه في 10، هتبقى هنا الأربعة في 30. يعني ايه اللي اضربه في 10 يدينا يدينا 30؟ يعني التلاتة في 10. ايه اللي في جدول الضرب في سطر التلاتة بضربه في 10 بيدينا 30 في سطر، يبقى 3 او في سطر ال10. هنا الخمسة في ايه، الناتج العامل المجهول بقى في 7 بتساوي 30 في 7. يعني هنا السبعة كما هي 7. ايه اللي ضربته في الخمسة ادانا 30؟ هدور في سطر في جدول الضرب في سطر الخمسة ايه اللي بدنا 30. بلاقي الخمسة في 6 ب30. التلاتة في كام؟ في 5 بتدينا 18 في 5. الخمسة ثابتة، والتلاتة في كام بقى؟ هتدينا 18. ايه اللي في سطر التلاتة بيدينا 18 يا سنة تالتة؟ التلاتة في 6 ب18، يعني 3 في 6. 7، ضع الأقواس في المكان المناسب مستخدما خاصية التجميع لتوضيح العمليات التي تمت أولا كما بالمثال. 3 في 5 في 4، الناتج كان 3 في 20، يعني حط لي هنا في قوس كده في الهامش، وهنا بقى 20. 3 في 20 تساوي 3 في 5 في 4 تساوي 3 في 20. تمام. هنا 3 في 9 في 2 تساوي 27 في 2. يبقى هنا القوس، يعني ضربنا كام، حطينا كام، العوامل بقت 27. الاتنين ثابته هنا زي ما هي، يبقى العامل كانت 3 في 9. كانت 3 في 9. حطينا 3 في ضاع الأقواس، يعني القوس كان هنا على ال3 في 9 زي ما عملنا هنا القوس على ال5 في 4، هنا القوس على 3 في 9 عشان ادانا الناتج ب27. هنا 8 في 10 في 5. هنا هنلاحظ الخمسة كما هي، وال80 هي اللي زيادة، يبقى القوس كان على 8 في 10. ضربنا 8 في 10 بقت ب80. ال8 في 10 في 5، هلاقي ال8 ثابتة كما هي، يبقى القوس كان على 10 والخمسة، ال10 في 5. تمام. هنا 6 في 11 في 3، الستة كما هي، يبقى القوس على العاملين التانيين يا سنة تالتة. العامل اللي معانا ما اتغيرش، يبقى القوس كان محطوط ما بين العاملين
التانيين او العوامل الاخرى. رقم 8، مش عارفة الفيديو الوقت هيكون طويل عليكم ولا ايه؟ كام دقيقة؟ 15 دقيقة. ان شاء الله في فيديو اخر، يعني الفيديو اللي بعد كده هنحل مع بعض بقى المسائل الكلامية على الدمج او على التجميع في الضرب، لان الفيديو ربع ساعة كتير. اسفة لو الفيديو طالع عليكم يا سنة تالتة، اسفة، واكتبوا لي في الكومنتات لو مش عايزين نشرح في الفيديو حل على طول كده، اكتبوا لي في الكومنتات وانا تحت امركم. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير للفيديو، واهم حاجه الشير عشان الكل يشوف الفيديو ويستفاد، وسبسكرايب للقناه لو القناه عجبتكم. اشوفكم فيديو جديد، ومع السلامه.